صباح التنقيط، صباح خسارة نقطتين قدام الاتحاد. صباح الخير يا ريس. الواحد والله ما متفاجئ. ده طبيعي. انا شايف كمان ان معتمد جمال واللعيبة عملت اكتر من المتوقع بناء على اللي احنا فيه. الواحد والله ما كان يحب اللي احنا نبدأ خالص بتعادل، بس هو ده اللي عنده، هو ده اللي موجود. اللعيبة مش خارقة يعني. المعروف ان الفرق بتعمل فترة اعداد، الا نادي الزمالك ما بيعملش فترة اعداد. اللعيبة قاعدة تاكل محشي وقاعدة في الساحل ومش في دماغها، فاهمني؟ واللعيبة بقية الفرق في فترة اعداد وشغالة بدني وشغالة كاسات بدنية، واحنا في البلال. انت عرفت امتى اصلا اللي احنا نبدأ فترة اعداد؟ عرفت امتى المدير الفني بتاع؟ عرفت امتى ان الاداره مشت جون ادوار لسه من اسبوع؟ جون ادوار ده لسه ماشي من اسبوع. لما انت هتمشي المدير الرياضي بتاع نادي الزمالك من الاول، ليه ما قعدتش معاه من نهايه الموسم وقعدت تتكلم معاه؟ عرفت امتى اللي انت هتشتغل بدني امتى بقى؟ يعني انت لما تبدا فتره الاعداد متاخر كده، هتشتغل مع اللعيبه ازاي بدني؟ وهتعمل لهم قياسات بدنيه، وتشتغل على التشكيل الاساسي والاحتياطي، وهتلعب ماتشات وديه امتى؟ انا عايز افهم يعني. ده انت ما لقيتش الا اورنج تعمل معاهم ماتش ود، اللي هم الاتحاد اصلا قفلت النادي بقى. قفلت النادي بمعنى كلمه قفلت النادي، ورحت لعبت مع مودرن عكس الاهلي اللي بيلعب بقى مع برشلونه وبيعمل معسكر في اسبانيا وبيجيب صفقات. انت قاعد طوال الصيف اللعيبه نايمه بتاكل الساحل، قاعد تجري ورا اللعيبه الهربانه. بس دي اللي انت قاعد تعمله. ويا ريت عرفت ترجع اللعيبه. طب بزيرة من المؤثرين في نادي الزمالك اللي احنا نتعادل امبارح، يعني لو بزيرة موجود كان غير نتيجة المباراة. شيكو بينزا لسه راجع امبارح، عبد الله السعيد ما كانش موجود. كل ده يعني تخيلوا كمية المشاكل في نادي الزمالك، وعاوز تكسب، عاوزها تمشي معاك. وباين على اللعيبة بقى. اتفرج بقى ان فترة اعداد متأخر ناصر منسي مش موجود. والله ناصر منسي ما موجود. تحس انه لازم يمشي على نظام الطيبات. ايه يا عم؟ قاعد تاكل ايه يا عم؟ قاعد تاكل ايه يا عم طوال الصيف يا عم؟ دي شكل لاعب؟ لعيبه بتلعب في كاس العالم، واللعيبه بتلعب في الجيم، وانت قاعد في الارض مش موجود. خلي بالك الاداره هي اللي تشتري الليله دي كلها، هي ومعتمد جمال. دي وجهه نظري، مفيش حد تاني، كله يشتري الليله. خلي بالك معتمد جمال النهارده كان عنده افكار، واقسم بالله كان عنده افكار. لا عملنا خلخله للملعب. لا جهه اليمين دي كان فيه مثلثات جامده يعني. عمر جابر بيطلع، الدباغ بياخد الباك، بنفتح مساحه. عمر جابر الكره تروح لشحاته، شحاته بيطلع عمر جابر بتروح لناصر. ناصر كان ممكن يسجل هدفين. الكره كان بتروح لناصر منسي او مين، شريف بقى اللي هو في الضياع. اللي فيه كوره في الشوط الاول شحاته يرقص 3 4 كده وقعد يرقص، وفي الاخر راحت لشريف. شريف بيشوف كل ما الكره تروح لشريف يقوم شايطها في السم. لا المشكله ان شريف ده طوال الصيف قاعد ينزل فيديوهات في الجيم، حاجات نفسيه. بس دي قدرات. العيب مش عليه، العيب على معتمد جمال. معتمد جمال معتمد على واحد زي ده، اقسم بالله ما ينفع. كده الضحك كله. يخرب بيتك يا شريف، يخرب بيتك يا شريف. ده انا خدت منك موسم فات كامل ما شفتش منك لقطه، ولسه بتلعب في نادي الزمالك. قاعد تسمع تنميه بشريه ايه في الصيف يا حبيب؟ ده انت مش نافع. الواحد مش فاكر لك حاجه يا اخي. حرام عليك يا اخي. طب نصر ليه حاجات نفتكرها، انت ايه يا اخي؟ لا والزمالك كان بيلعب في افكار كمان في نص الملعب. يعني لعيبه نادي الزمالك كانت بتمسك الكره في نص الملعب، شريف ده بيتحرك بين الخطوط صح، كنا بنفتح له مساحه الكره تروح له يشوطها يوديها في السم. والله العظيم الزمالك ما كانش وحش خالص في الشوط الاول. عمر جابر كذا كره تروح له. عمر جابر بيتخض لسه قدام الجول، لسه الناشئ بيتخض قدام الجول. ده حاجه تجننك يا اخي. ده انت مش موجود يا عمر. ايه يا عمر؟ مليون كرة يا عمر. والدباغ برضو لمسته الأخيرة وحش. في كرة راحت لفتوح كان ممكن تجيب منها جول. لا كان في أفكار والله العظيم في نادي الزمالك. شحاتة كان بيطلع الكرة صح. دايما اللمسة الأخيرة واللي قدام
يعني كانت محتاجة لمس. يا عم ناصر مش جاهز، حط الدباغ مهاجم. والله لو الدباغ كان مهاجم كان ممكن يسجل جون واتنين امبارح. اما عشان هو مفيش بزارة، اضطريت تحط الدباغ وينج وناصر مهاجم. ناصر مش نافع والدباغ مش عارف يلعب وينج. كنت تخرجه يا عم وتظبط الدنيا. ايه المشكلة معاك يعني؟ واحمد شريف مش لاعب كورة. مهما بقى اللي انت يا عم تطور الهجمة واللي انت توصل للجون واللي انت تعرف توصل لعيبة الجون، انت مش عندك مهاجم اصلا. انت مش عارف تجيب اجوان، مش عندك خط هجوم. ما انت جالك فرصة واتنين وتلاتة والله ممكن كنت تخلص. لو الدباغ هو المهاجم كان ممكن يسجل. ما تبدأش يا عم بنصر، حط الدباغ. سيب نصر يا عم دكة يا عم. يا اخي حرام يا اخي. ده الشوط التاني بقى الواحد بدأ يقلق. الله الواحد بدأ يقلق. ليه بقى؟ ادم مسك طلع فتح مش قادر. نصر طبعا مش قادر من بداية الموسم او من بداية الماتش اصلا. الواحد بدأ يقلق بقى. بدأ الاتحاد يمسك كورة يلعب ورا بنتايج بيفتح مساحات. الزمالك بدأ يتوتر بيلعب الكرة الطولية. مفيش كورة خلاص. خلاص بقى ما عادش هتلاقي كورة. بدل ما تنزل ايشو بان وتعمل الخمس تغييرات بتوعك، حتى الدكة اللي عندك هي ديت اللي مش بس ما ينفعش تبدأ الموسم بيهم. يعمل لي غير نتيجة قاعد بره مفيش. لا وكمان بقى النهارده يا ريت مثلا يعني وصلنا رسالة للاعيبة الانضباط ولا حاجة. لا نازل شيكو بنزا من الطيارة تقوم منزله. لا والله ده دي الضحك كله بقى. يعني شيكو بنزا حتى مثلا بتبعت رسالة ان اللي هيعمل حاجة غلط، ان اللي مثلا اتأخر، اللي مش هينزل التدريبات من بدري مع اللعيبة مثلا مش هننزله. لا كابتن معتمد النهاردة بينزل شيكو بنزا. هو ده اللي هيغير النتيجة. ما هو شايف كل كورة لا يستلم صح ويطلع بها اوت، لا يستلم صح ويشوطها بره. يعني مش شيكو بنزا اللي تنزله من اول المباراة. والله مش هو ده. مش هو دوت اللي بعد ما خلص الرأس بتاعه وادالك كذا ميعاد انه هيرجع مع اول مباراة تنزله. لا حتى انضباط بقى. يعني بقى عارف والله العظيم لو شيكو بنزا دوت هينزل ويغير نتيجة مباراة ومتأكد انه هيكسبني، هقول لك ماشي يا عم اهو. يعني في الفرحة وقت الفرحة ووقت الزيطة محدش هياخد باله. اما انت اتعادلت في الاخر، ولا انت وصلت رسالة انضباط للعيبة، ولا انت خدت النقط، يبقى كان لازمتها ايه شيكو بنزا يعني؟ عندي رسالة بقى لمعتمد جمال. معتمد يا جماعة سيبك بقى من الحجج. انت اللي كنت هتموت. انت اللي كنت ماسكها بايدك واسنانك، حاطط العظمة في بقك تقول انا عاوز امسك نادي الزمالك ورفضت عروض. ما تقوليش حجة. الحجة ده عندك. ماشي يا كابتن معتمد انا بعرفك اهو. ماتشين كمان وهتمشي وتطلع تعيط. مالكش حجة يا حبيبي. يعني مش هقف جنبك في حاجة. بداية القصيدة كفر. والله بداية القصيدة كفر.